ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهارده حبايبي روتين يوم العادي. ده كان تالت يوم العيد. يعني يوم العيد لا، انا صورت لكم فيديو يوم العيد. وتاني يوم ما صورتش حاجة، ده كان تالت يوم العيد على طول. قبل ما نبدأ في الفيديو كده مع بعض، اللي مش مشترك في القناة وأول مرة يشاف فيديو لينا يشترك، واللي يشترك جديد يفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واختاروا اختار الكل. واللي مشتركين حبايبي ما ينسونيش في التعليق وفي اللايك. بدأنا كده الفيديو مع بعضينا. أول حاجة كان عندي اليوم ده يا جماعة، كان بصوا كان تلج. رغم كانت الشمس طالعة، يعني ما كانش فيه مطر وكده، بس كان الجو تلج فعلا يعني. احنا عندنا النور كان لما يقطع من الساعة 12، يقطع 12 الصبح لحد الساعة 2 الظهر. فقمت كده أنا يعني يعتبر يا دوبك، كان عندي شوية غسيل برضو الهدوم الجديدة بتاعت العيد وكده. فقلت عشان ما احوش هدوم في الصاجع داتي، فشغلت الغسالة. يا دوبك أول شوية غسيل حطيتهم، وكنت العيال استحموا وكده، و ويا دوبك يعني غيرنا هدومنا عشان ناخد الهدوم في الغسيل بالمرة. راح النور قطع، ملحقتش اكمل غسيل، ملحقتش اجهز اكل، ملحقتش اعمل اي حاجة. او احنا اصلا كنا جايين من النوم متأخرين بصراحة. فاول حاجه عملتها كده، كنت شغلت الغساله وكنا استحمينا ومشغلين الغساله، والنور قطع. سنت لما النور جه ودخلت على طول برضو كملت الغسيل. شغلت غسالتي ودخلت على المطبخ، خدت حبه المواعين اللي معانا. دول يعني دوبك بتوع العشاء بس. بصراحه كان الجو ساقع برضو، وما قدرتش احط دي في الميه في الليل عشان انا متاخر، عشان كده برضو نمنا متاخر وصحينا متاخر. فما قدرتش اقوم اغسلهم، رغم انا على طول بحب انضف الحوض. يعني كان في المواعين كلها كنت غسلاها ونظيفة. بس دول بتوع العشاء بس. اول حاجة دخلت فيها المطبخ، غسلت الطبقين دول اللي كانوا معانا. انا دايما اقول لكم في كل فيديو، خلي الحوض عندك نظيف على طول عشان تشتغل بنفس. انا كنت ماسحه البوتاجاز من بالليل، ما عملتش عليه حاجه. يعني اول ما حطيت العشاء كده قبل ما نتعشى، انا كنت غسلاه الظهر، فمشيت ايدي عليه فوطه كده، ما فيش اي حاجه يعني نظيف. اول باول معايا على طول. ودول قلت لكم بتوع العشاء بس. ف غسلتهم كده بسرعه. برضو كانت الميه لسه، يعني لما يكون النور قاطع عندنا الميه ما تقل، وممكن تقطع خالص لو النور طول. فاخدت شويه الاطباق اللي معانا كده، ما كانوش كتار. انا كنت لسه لما المواعين كلها اللي كنت غسلاها، يعني انا لما اغسلها زي ما شفتوا كده قبل كده معايا، اغسلها واسيبها في صينيه تتصفى. وممكن اشيلها تاني يوم، ممكن اشيلها في نفس اليوم لو كانت صفت ونشفت، عشان ما بوظش المطبخ وكده. زي ما انتوا عارفين إن ما عنديش رخامه احط عليها المواعين، فمغسل صينيه كبيره كده بتاعه العشاء واصفي فيها المواعين كلها. بس طبعا الا كوبايه الشاي مش بحب احطها مع الاطباق، او كوبايات عصير، يعني اي كوبايات. هنا كنت خلصت شوية الأطباق اللي معانا كده، وغسلت الحوض برضو. وهو كانت يعني مش حابة أكتار، فما غلبونيش كده، أشتغل بنفسي عادي. لكن لو بديته في جهيز الغداء أو حاجة، وعندك طبقين في الحوض عبط ما تخلصي، هيبقى الحوض اتملى. لكن كده طول ما الحوض نظيف هيشجعك ان انت اي طبق تستعمليه ووراك وفضي، وانت واقفة برضه اما تجهز الاكل تغسليه اول باول. لكن لو في طبقين انت من نفسك هتكسل، هتبص كده طب ما تقولي في طبقين، لا اخلص مثلا ونتغدى بالمرة واعملهم اغسلهم. لكن كده قبل ما تبدأي، اولا تبقى الدنيا رايقة حواليك وتوسع لنفسك، مفيش حاجة زايطة، احتجت معلقة احتجت طبق، فما تضطريش تغسل وانت محتاجاهم. هنا كنت خلصت المواعين وغسلت الحوض، واجهز للاكل عادي. اول حاجه بدأت بيها، غسلت الحله كده وحطيت فيها ميه وحطيتها على النار، قلت بعد ما تسخن نكون غسلنا الفراخ معانا. اليوم ده انا عملت فراخ، والحمد لله إن انا عملت، لان دخل ضيف على غفله. ضيفه يعني حد قريبنا، دخلت على غفله، والحمد لله ان انا كنت مجهزه الاكل، يعني عشان احيانا زي كده يعني يكون ربنا مدبرها، ان لو في حد دخل عندك تبقى عامله حسابك. هو سبحان الله ربنا اللي ما يرتب. رغم انا كان فايض عندي الاكل اللي عملته معاكم قبل العيد، انا كنت عامله كميه كبيره. وبصراحه واحنا لسه فاطرين ما كانش حد واكل قوي، يعني عشان يبقى لنا نفسه وكده. آه كان فايض، بس العيال بصراحه حابين ياكلوا. قال يا ماما انا ماسيو خصوصا، يعني عشان هو اللي ديما تعبني في الاكل. عايز فراخ وعايز بطاطس على الفرن، قلت له حاضر، بس شيء يطول. هنا كنت انا جايبه الفراخ، انا يعني لما يبقى الفراخ اصلا قريبنا، فما اتصل بيها، او لما مثلا اعملي لي فرخه مثلا 2 كيلو 3 كيلو على حسب،
والطلب اللي انا عايزاه يعني فرخه اتنين زي ما اكون عايزه، وتقطعهم لي زي كده. وما تبقى غسلها برضو، بس لازم انا انضف من وراها مره واتنين وتلاته. هنا كنت غسلتهم ونجحتها بشويه ملح، دعكتها شويه كده وسبتها 5 دقايق، وبعد كده ابتديت اغسلها تاني. بس يعني في حاجات انا كده يا حبايبي مفصلها من الفيديو بس عشان ما يطولش عليكم مش اكتر. آه، هنا كنت خلاص غسلت الفراخ. انا ما احب احوش اي يعني آه، الجلد بتاعها داتي. في حاجات كده مش بحب اخليها، فبضطر احوشها كلها. يعني اما احوشها وهي نية. معلش سامحونا على الصوت، بس انا قلت لكم امبارح الجو كان ساقع خالص. وانا اما اغسل خدت الدش بتاعه وطلعت على طول على التنشير. فكنت تعبانة يعني. تعبت والجو كان ساقع ساقع يعني. طلعت نشرت في التالت، فسبحان الله عبد ما خلصت تنشير فوق ونزلت جاتني ضرب برد ديتي يعني باين على صوته. انا اصلا بامانه الليل كله ما نمتش. انا حتى امبارح ما قدرتش ادبلج لكم الفيديو عشان انزله. هنا كانت الميه سخنت معايا ونزلت بيها بالفراخ. انا بص يا حبايبي، في ناس اما تحط الفراخ نيه في صينيه البطاطس، بصراحه انا مش هم افضلها. انا مديها نص سلقه كده برضو شايفين يعني. سجاني لو في طبقين ورايا اول باول، اديني اللي غسلت فيهم الفراخ اول باول ورايا على طول عشان الحوض يبقى نظيف. منها لو احتجتهم الاقيهم نضاف لو انا حبيت اعمل فيهم حاجه، ومنها الحوض دايما يبقى نظيف معايا. الحاجه لو اتركنت هتتعبك انت بعد كده وهتسحب حواليك يعني. انا دي بحب اخلي الدنيا حواليا رايقه. آه، الفراخ يا حبايبي زي ما قلت لكم انا مش بحب احطها نيه في البطاطس. في ناس كتير انا لما اشوفها كده يعني يحطوها نيه ويقول لك لا هتتساوي مع البطاطس. بصراحه انا مش بفضل الطريقه دي خالص. انا احب اسلقها نص سلقه كده بعد ما الريمه بتاعتها تطلع. آه، احط لها شويه ملح واسيبها يعني غلوه بعد الريمه، وبعد كده اشيلها تاخد غلوتها تاني في البطاطس. اولا منها تبقى مستويه حلو لو عندك طفل يقدر ياكلها، ومنها ما يبقاش فيها زفره، وتبقى ضامنه ان هي مستويه عشان عيالك. يعني انا كده كده هسويها تاني مع البطاطس. انا مش بخليها تستوي سوا كامل في الشوربه. انا يعني بصوا نص سلقه كده تساعدك تبقى طيبه صح، وتساعدك ما يبقاش فيها زفره، وتبقى ضامنه نظافتها. هتاكلي الحاجه بنفسي. جربي دي وجربي دي وهتعرف ان انا لما اقولهولك انا صح. مش تشكيلا في نفسه ولا تشكيلا في الحاجه اللي بعملها. انا جربتها مره بصراحه، شفتها برضو في ناس حطها وشفتها على النت ما اكدبش عليكم. الناس حطها نية خالص، وجربتها مرة بصراحة وما عجبتنيش يعني مش ألطف حاجة. هنا برضو كنت مقشرة البطاطس ومخرطاها كده شرايح صغيرة. الصينية عندك طبعا يعني كانوا حبة البطاطس دول اللي هي يا جماعة اليوب يوب يعني. فاهمين أنا مش عايزة الحاجة تبيت. أنا ممكن عندي مثلا لو حبة رز فاضت، حبة بطاطس معاها عيالي ياكلوها كده عادي، مش لازم يكون معاها فراخ ولا لحم. واحيانا في الصيام كنت اعمل صينيه البطاطس دي زي ما هي كده ومعاها حبه رز برضه صايمين. يمكن عملت لكم فيديوهات قبل كده، او اعملها مثلا لما كان في الصيام في سمك كنت عملتها مع السمك برضو. يعني عادي ما يحبوها كده برضو باي طريقه مع البطاطس هياكلوها. انا هنا كنت عامله حبه بطاطس قليله اللي هم طبقين بس بتوع الغدا وخلاص. فضوا شويه للعشاء ياكلوهم برضو مع شويه رز، وبرضو كده نبقى يعني الحمد لله اليوم خلص باكلته وخلاص. ما حباش اكتر يعني. وهم بصراحه كانوا عندي اخر حبه بطاطس يعني ما كانش عندي بطاطس تاني. هنا جبت بصلتين كبار كده. لو عندك بصلتين كبار ماشي، كمية البصل اللي انت عايزة تضيفيها ماشي. هو البصل طعمه حلو خالص، مية صينية البطاطس يعني طعم حلو قوي. في ناس برضه حبايبي لما تقلب البصلة في الأول وتروح طشها بالطماطم يعني زي تقلية كده، فاهمين؟ إيه بس يمشي بتخليها تحمر قوي يعني يا دوبك تدبل. و... وتروح حاطة عليها الطماطم وتسيبها تتسبك، وبعد كده تنزل فيها البطاطس والفراخ. بس بصراحة ما تبقى تقيلة تحس انه هو طبيخ، فاهمين؟ يعني طعمها طعم التقلية العادية اللي احنا بنحط فيها الخضار وكده. لكن ان هي ني في ني كله مع بعضيه، اولا ريحتها حلوة قوي. غير كده تحس ان الحاجة كلها بتشرب من قلب بعضيها يعني. البطاطس عاطية طعم للبصل، والبصل عاطي طعم للبطاطس والفلفل، والفراخ عاد لما بتشرب من التتبيلة دي كلها اما تبقى طعم البصل حلو فيها كده وريحتها بتبقى حلوه قوي. جربوا دي وجربوا دي يعني. لما يتعود فيكم يعمل الطريقه اللي اقول لكم عليها، وهو يتبل البصل وبعد كده ينزل عليها بالطماطم، وبعد كده لما تتسبك يحط عليها الخضار. جربوا دي صدقوني ان هي ني في ني يعني. دي اصلا اكله بتاعت جدودنا من زمان يعني. بس خفيفه خفيفه جوه على المعده، وتاكلي فيها كده ما تاكلي ما تتعبيش، وطعمها وريحتها حلوه. انا بفضل الطريقه دي اكتر من الطماطم المسبكه مع البصل بصراحه يعني. آه،
هنا كنت قطعت البصلتين تلاتة معاكم، ما كانش عندي بصل كبير، عندي البصل الوسط ديتي. جبت 3 بصلات كده حلوين، لو برضه حابة تزودي ماشي، مش هيقول لك لا، يعني طعم البصل كده كده حلو فيها لما يكتر، أو يعني على حسب الموجود عندك. هنا برضه دول حبة توم كده، انا كنت طلعتهم يفك عشان اعمل شوية ملوخية. خدت منهم معلقة كده صغيرة البطاطس. ومعايا داتي بصل بودرة، ما كانت اخر حتة برضه ضفتها كلها، ومعانا بابريكا. اي توابل عندك انت معتمدة يعني تستعمليها على طول، وحابة طعمها مولف عليها، ما تجبريش نفسك على حاجة او تعطلي نفسك على الخلطة دياتي او التوابل معينة. حطيت فلفل اسود وتوابل فراخ معايا، اللي حطيتها دي قبل الفلفل الاسود دي توابل فراخ ولحم. دي توم بودرة برضو. احنا طبعا البودرة كانت امي عاملاها في البيت قبل كده، وبس ما صورتهم لكوش. ان شاء الله في مرة تانية اصور واوريهم. وحطيت ملح يعني كده، حطينا، انا مش هحط شطة، لو عندك مش فلفل ساخن وعايزة تخليها أكلة حلوة كده مشطشطة حلوة، تحطي لها حتة شطة صغيرة، نص معلقة. لكن بصراحة أنا حاطة الفلفل الساخن، ومحدش يقول لما تستعملي إيدك. أنا إيدي غسلاها كويس وكده كده، يعني النهار كله في الحوض. أما نغسل مواعين نغسل أطباق، يعني إيديا نظيفة يا جماعة، أنا ضماها. هنا شايفين الفراخ يا دوبك كانت ما طلعت واستلقت نص سلق. هنا أنا حبيت أدعك كل الخلطة مع بعضيها عشان ما يبقاش فيها حتة فيها توابل وحتة لا. نزلت بالفراخ كده كلها في الصينية. وبعد كده هنزل بالطماطم عليها. طبعا لو حسيت انت بعد ما تاخد غلوة، حسيت ان هي عايزة ملح عايزة حاجة، تقدر تضيفي لها لو الحياج مش مظبوط. هنا انا حطيت شوية الطماطم كده، وهضيفها إيه، شوية شوربة كده شايفين، او المرقة زي ما تقولوا، مرقة الفراخ او الشوربة. لو عندك مكعب مرقة برضو عايزة تضيفيه، لو الشوربة بتاعتك ملهاش طعم اضيفيه. لكن بصراحة الشوربة بتاعتنا كانت كويسة، وغنت على اي توابل تانية احطها، او اي مرقة اضيفها. هنا انا كده سبتها تاخد غلوة على البوتاجاز، وغطيتها قبل ما ادخلها الفرن. بصوا يا حبايبي، لو عايزين تدخلوها الفرن على طول ماشي، بس هتاخد معاك وقت، والمية تنشف بسرعة منها، والبطاطس هتبقى شديدة معاك او الفراخ. لكن كده بصراحة ما اضمن ان هي استوت حلو خالص، يعني برضو مش هبقى اسيبها تتهري عشان ما تعجنش. انا هوريكم في الاخر وانا مغرف ان البطاطسية طالعة زي ما هي بشكلها، بس طيبة. يعني ما اتهرتش معانا، ما عجنتش. ما اسيبها تاخد غلوة كده، وبعد كده لما احس ان هي شربت التتبيلة بتاعتها او المية اللي فيها عشان الفراخ تتسبك حلو معانا، اروح مدخلها الفرن. هنا برضو ده الملوخية الناشفة معانا، شايفين لونها اخضر حلو ازاي. دي بتاعت الموسم بتاعت السنة دي، انا جايباها اصلا ورقة ورقة منجاها احنا على ايدينا، ومكرمها انا على ايدي. التومة برضو اللي كنت مطلعاه معاكم دي برضو على فكرة يا جماعة، التوم ده بتاع السنة اللي فاتت مش بتاع السنة دي. انا برضو فرماه وعاملاه في اكياس تلاجة كده، كل كيس لوحده، ما تحطوش في برطمانات. البرطمان بتاع التوم لما تفتح منه كذا مرة وتاخدي، اولا الريحة ما تطلع منه، غير كده لونه ما يغير. لكن لو حتة حتة كده وتطلع الهواء اللي في الكيس، شايفين، لما تيجي تستعمليها هتلاقيها بيضة زي ما هي، ولا غيرت ولا عملت ريحة معاك في التلاجة، والتوم محتفظ بريحته وبلونه، هيبقى حلو خالص. كده خلصت بشوية الملوخية. برضه انا حبيت انجز، يعني عادي الملوخية ممكن اسخنها تاني عبال ما الفراخ تستوي. و يعني أنا حبيت انجز الوقت، انا كنت مشغل الغسالة، وكانت في الوقت داتي كانت الضيفة اللي انا بقول لكم عليها كانت جت عندنا. ف عشان انا اصلا كنت مسجله لكم الفيديو ده بصوتي، يعني ما كنتش هدبلجه. بس بصراحه لما دخلت واتكلمنا مع بعض، مش هينفع اقول لها ما تتكلميش او كده، او ان انا مصور. فما ينفعش، يعني رحت بعد ما سجلت نص الفيديو، رحت كتبت الصوت الطبيعي اللي احنا كنا بنتكلم بيه، وبعد كده رحت دبلجت انا زي ما بكلمكم كده دلوقتي. هنا كنت خلاص الصينيه استبكت معانا، دخلتها الفرن، والملوخيه كانت خلصت معانا. وهنا كنت حطيت معلقة سمن بلدي، وشوية وشوية زيت. أنا بحب أضيف للرز يا حبايبي زيت مع سمنة بلدي. لو عايزة تضيفي سمنة بلدي بس ماشي، بس عشان ما يحرقش معاكي أو يبقى تقيل جو في الرز، معلقة كده ومعلقة كده. لو مش حابة برضه براحتك. شايفين توخ عمال يدخل يقول لي يا ماما ماما يا ماما ماما. بص، عايز ماما هاتي هاتي. كان جعان وانا كنت لسه محمياه. شايفين منظر واحد لسه مستعم ده، كنت لسه محمياه وكان قاعد يلعب مع اخواته وطلع من هدومه. بص منظر.
هنا كنت مقلب الشعرية في الأول، بعد كده كنت غاسلة الرز معاكم لو تفتكروا في أول الفيديو قبل ما أغسل الفراخ، عشان بس تلحق تصفي المية اللي فيها. والحلة اللي جنبها دي فيها فيها الشوربة أو المرقة زي ما تقولوا، شايفين. وبعد كده نزلت بالرز، الحمد لله برضه يعني نشكر ربنا ان انا عملت كمية حلوة. انا كنت متعودة ان انا اعمل طبقين. قلت بس عشان العيلة بيحبوهم، مش يمكن مش حابين ياكلوا عيش مع البطاطس والملوخية، هياكلوا رز بس، فزودتهم شوية والحمد لله اللي انا زودتهم عشان الضيفة اللي دخلت. اما افرح لما ما يكون حد داخل واكون عاملة حسابي، ومضيع الجو لما يكونش مثلا في حاجة جاهزة وضيف يدخل على غفلة فتتحرجي. ولو حبيتي حتى يعني تجهز حاجة وهو قاعد هيحرجك ويقول لك لا ومش عارفة إيه والكلام ده كله، فانت تبقى في نص هدومك. فانا بشكر ربنا يعني ان ربنا جابها من عنده. هنا كنت خلاص خلصنا كده. ال- الشوربة كانت معانا ساخنة، وقلبنا الرز كده لما على عليه ياخد غلوة، وبعد كده اسيبه اسيبه يستوي مع نفسه واسيبه. شايفين ده منظر الفراخ بعد ما طلعت. وده كان اكلنا وده كان يومنا. انا كنت هنا مشغله الغساله زي ما قلت لكم. شايفين هنا كنت خلصت عاد الاكل، وكنا هنا اتغدينا، يعني كنت اتغدينا وخلصت غسيل خالص. ودلوقتي طلعت بس عشان انشر الهدوم. شايفين الجو كان خلاص يعني العتمة عتمت، بس شايفين يعني لسه السما منور شوي. بس خلاص كان في اخر اليوم يعني. كنا اتغدينا ووصلت الباقي اللي اتغدينا فيها. ويعني بص اروح اطلع مثلا حاطة الغسيل وارجع اعمل حاجة، اطلع حاطة الغسيل وارجع اعمل حاجة. ف وبرضه قعدت اتغدى والغسالة شغالة. فهنا كنت خلصت غسيل خالص، وكنت اتغدينا وغسلت الباقي اللي احنا اتغدينا فيها. واخر حاجة كانت عندي. وكنت كمان غسلت الحمام بعد الغسيل وفضيت الغسالة. والحمد لله كده كان يومه خلص، وده كان يومه معاكم. اخر حاجه عملتها التنشير ونزلت بامانه، ما كنتش قادره اقف عاد من الانفلونزا لان الجو كان سقع سقع، يعني انتوا شايفين حتى انا كنت حاطه لابسه طربوش كده، فكان الجو مسقع خالص. يا رب يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم، يكون خفيف على قلبكم. واتمنى ما تنسونيش في الاشتراك واللايك. وكده يبقى يومي خلص معاكم. شايفين برضه هنا توخ هيجيني يعني حتى في التنشير ما سايبنيش. بص عايز يشعلك في البلكونه ويتفرج بص. لازم معايا في اي حاجه يعني، حتى طلعت فوق امال اقول الجو ساقع انزل مع اخواتك تحت. هو كان ماشي معايا بصراحه ما يصور، فروبن جي ياخده عشان ينزل معاه تحت مرضيش. عايز يتفرج. اما اقول له دي بتاعت مين يقول لي تحتي انا بص. يلا حبايبي سلام.